لا تصاحبي من كان أمرها فرطة. تقول إحدى الأخوات: كنت جالسة مع صديقة لي وهي تتحدث عن الملابس والذهب والمجوهرات والمشتريات والسفريات، حتى شعرت معها أني لا أملك شيئا من هذه الدنيا، أما هي فعندها كل شيء. وفي يوم التقيت بها مرة أخرى فحكت لي عن قوائم مشترياتها لمواد التنظيف وتغييرها للستائر إلى آخره. وبعد تفكير اكتشفت اكتشافا خطيرا، اكتشفت أني برفقتها أشعر بنقص، ومن دونها أشعر بامتلاء من هذه الدنيا، فقررت أن أبتعد عنها. كنت في تلك الجمعة أقرأ سورة الكهف، فقرأت قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أسرعت نحو التفسير ما معنى فرطة، فإذا هو من ضيع أمر دينه وتهاون فيه وانشغل بدنياه، حتى أصبح كالعقد الذي انقطع وانفرط. فأيقنت بصحة قراري، وهو الابتعاد عنها. نعم أخيتي، من الآن فكري في أصحابك، ثقي أنك ستأخذي منهم شيئا ما. صاحبي الحافظات ستحفظي مثلهن، صاحبي أهل العلم ستصبحي مثلهن، صاحبي المبدعين ستبدعين كحالهن، صاحبي أهل الخير والنفع ستصبحي مثلهم. إن جالست فجالس الصالحة، وإن شاورت فشاور العاقلة، وإياك ومن سفهت نفسها ولم تقم لآخرتها وزنا أن ترخي لها سمعة. الموعظة: صاحبي من لا تكون أمرها فرطة، وإلا أصبحت مثلها. أعجبتني فنقلتها. لا تصاحبي من كان أمرها فرطة. تقول إحدى الأخوات: كنت جالسة مع صديقة لي وهي تتحدث عن الملابس والذهب والمجوهرات والمشتريات والسفريات، حتى شعرت معها أني لا أملك شيئا من هذه الدنيا، أما هي فعندها كل شيء. وفي يوم التقيت بها مرة أخرى فحكت لي عن قوائم مشترياتها لمواد التنظيف وتغييرها للستائر إلى آخره. وبعد تفكير اكتشفت اكتشافا خطيرا، اكتشفت أني برفقتها أشعر بنقص، ومن دونها أشعر بامتلاء من هذه الدنيا،